جربوا الجرين بودنج يا جماعة، من الأكلات المصرية الشعبية التراثية، الحاجات الجميلة اللي كل الناس بتعملها. بس طبعا هي اسمها البصارة. كل المسميات الغريبة والحاجات اللي دخلت علينا فجأة دي، يعني بصراحة ما نعرفش هي جات منين، بس الأكلة نفسها حلوة وطريقتها سهلة. طبعا فيها فوائد كتيرة، وطبعا المطبخ المصري من أشهر المطابخ اللي بتعملها بشكل احترافي جدا. الطعم كمان رائع. لو جينا نشوف بقى المكونات هنلاقيها أسهل ما يكون، وإن كان البصل غالي النهاردة شوية فهو كل الأوقات وكل الأيام بيكون سعره أهدى شوية. اللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، شرفني جدا ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، وكمان يا سلام كده لو عملتوا تفعيل الاشعارات علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله. ويا سلام لو حطيتوا لنا لايك على الفيديو يبقى كرم اخلاق منكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ فيديو النهاردة. عندنا كمية من الفول، وده فول مدشوش اللي بيتعمل به الطعمية. يعني هو زي الفول بتاع التدميس، بس بيكون ده مفتوح ومتقشر بالشكل ده للي ما يعرفوش. الكمية اللي عندي يعني هي أقل من النص كيلو شوية، يعني ممكن نقول 350 ل 400 جرام من الفول. هتطلع معانا الكمية اللي احنا هنشوفها مع بعض إن شاء الله في آخر الفيديو. طبعا أنا هنقعه من بالليل، وهرجع بقى أشطفه وأغير عليه المية بتاعته لغاية ما تبقى المية نظيفة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هبدأ إن أنا أجيب حبتين من البصل هقطعهم عليه، وكمان لو فلفل كده سبايسي يبقى تمام قوي، أو فلفل بارد لو مفيش سبايسي وما انتش حباه. كام فص من الثوم من 3 ل5، وربطتين كده من الخضرة، يعني شبت على كزبرة مثلا، وتبدأي ان انت تحطيهم على بعض ونبدأ نحطهم على النار. طبعا في ناس بتحط شوية نعناع، في ناس بتحط شوية ملوخية ناشفة. لا انا بصراحة ما بحطش لده ولا ده، انا بعملها بالخضرة كده بس، وطعمها بيكون كويس جدا. هنبدأ نحطهم على النار، عايزينهم كده في الأثناء اللي هيتحطوا فيها ويغلوا فيها والفول يستوي معانا. نبدأ ان احنا نعمل شوية البصل اللي هنحطهم كده على الأطباق من فوق. هنقطع البصل زي ما احنا عايزين، الحجم اللي احنا عايزينه، ونرش عليه رشة كده من الدقيق علشان يتحمر معانا ويتقرمش معانا. ممكن كمان نحط عليه رشة من النشا مع الدقيق. بعد كده نحطه في كمية زيت كده تكون مناسبة، ونبدأ ان احنا نحمر البصل. يعني ممكن ربع معلقة من السكر تضيفيها للبصل في التوقيت ده، بحيث ان البصل يقرمش معانا ويتكرمل كمان ويبقى فيه تسكيرة كده طبيعية. تمام كده لغاية دلوقتي كل الامور سهلة ان شاء الله ومفيش فيها اي صعوبة. اول ما البصل هياخد معانا اللون الاحمر الجميل ده هنبدأ ان احنا نخرجه. طبعا هو اول ما هيبرد معانا هتلاقيه مقرمش معاكي جدا، واخد اللون والشكل اللي احنا عايزينه. ناخد بقى شوية الزيت اللي احنا عملنا فيهم البصل، نبدأ ان احنا نحطهم على الفول بتاعنا. الفول يا دوب كمان لسه مغلاش معانا، نحط بقى شوية الزيت دول هيخلوه يبقى ناعم كده في الضرب، وهيديله نكهة البصل المتحمر، وبيخلي الريحة في منتهى الجمال. شوية بقى كده نقلب ونتابع مع بعض لغاية ما تحسي بقى ان الفول استوى معاكي، وهتلاقي كمان الخضرة والبصل استوى. في ناس بتحب تحط الخضرة في التوقيت ده، يعني مش من الاول، بيقولوا ان ده بيحافظ على لون الخضار اكتر. طبعا دي حاجة ترجعلك، لو حابة تجربي كده او حابة تجربي كده. انا حطاها زي ما احنا شايفين من الاول، وممكن في الاخر نحط كمان شوية تانيين مفيش اي مانع. تمام كده. طبعا احنا مش هنزودها ميه، احنا كنا حاطين عليها ميه كافيه، ويدوب على ما الميه بتاعتها تبدا تنشف شويه كده زي ما احنا شايفين يكون هو خلاص استوى معانا. هنبدا بقى نحط في الكبه او في الخلاط ايا كان اللي انت هتشتغلي بيه كميه الفول اللي احنا سلقناها، اللي احنا حطينا عليها بصل وثوم وفلفل سبايسي، وحطينا عليها الخضره. طبعا انا هسيب لكم كل المكونات في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها تاني. هنبدأ نضربه ضرب كويس جدا، انا عايزاه ناعم بيوريه على قد ما نقدر. كل ما ضربتيه ناعم كل ما كانت نتيجته حلوة جدا، وطعمه كمان بيبقى احلى، وبتيجي تاكليه كده تحس ان هو فعلا كريمي او زي البودنج كده. تمام. هنبدأ بقى نضرب شوية كده لغاية ما ياخد معانا الدرجة اللي احنا عايزينها. كان باقي عندي طبعا شوية زيت صغيرين كده من مكان قلي البصل. هبدأ برضو ان انا اسخن الحلة، وابدأ ان انا اضيف عليها يعني الصوص او البصارة اللي احنا ضربناها في الكبة. هبدأ اضيفها كده وعلى شوية الزيت اللي احنا كنا مبقيينهم، ولو مش متبقي هتحط شوية زيت في الحلة،
وتبدأي ان انت تصبي عليها الفول. تقليب طبعا كده هيبدأ بقى يغلي معاكي لغاية ما يديكي القوام الأتقل. في المرحلة دي بقى تبدأي تحطي شوية كمون، ملح، فلفل. يعني احنا ما بنكترش البهارات والتوابل علشان ما نضيعش الطعم الأصلي لأي حاجة احنا بنعملها. هتبدأ بقى تطلع ريم زي كده، تبدأي تتخلصي منه. شايفين القوام بتاعها في منتهى الجمال. لو حاسه كمان ان هو ما اتضربش معاكي كويس في المرحله دي، تجيبي بقى الهاند بلندر وتبداي ان انتي تضربيه تاني كويس جدا زي ما انا هعمل دلوقتي. هجيب الهاند بلندر وهرجع اضربه شويه تاني. احيانا الكبه ما بتنعمش قوي بالشكل الكافي، فترجعي بقى لما تضيفيه على النار تبداي ان انت تضربيه لما ياخد الشكل اللي احنا عايزينه ده. شايفين بقى قد ايه كريمي وبقى قد ايه خفيف. ده هيديلنا هشاشة كده وهيديلنا كمان طعم حلو بإذن الله. هنبدأ بقى نرجعها على النار تاني لغاية ما تغلي معانا وتحسي ان القوام بتاعها خلاص كده تقل معاكي. طبعا اللون الاخضر يعني هي لونها اخضر، ولكن الكاميرا على حسب الاضاءة بتعكس اللون. يعني ده اللون الاخضر بتاعنا ده الطبيعي. لو انت بقى حابة تضيفي لها يعني نقطتين كده من اللون الاخضر الغذائي هيبقوا يعني تمام قوي علشان اللون بس، انما هما مش هيفرقوا معاكي في الطعم ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين الكاميرا هي بتغير اللون كده، حتى في اثناء يعني المقطع الواحد بتلاقوا اللون بيفتح ويغمق. ده حسب الاضاءه فقط، ولكن هي اصلا لونها بيكون اخضر في منتهى الجمال كده زي ما احنا شايفين. هنبدا نغرفها بقى في الاطباق. شايفين قد ايه هي كريميه، وطبعا هتبقى هشه جدا وخفيفه في الاكل. ما فيش فيها بقى كمية زيوت ولا كمية دهون، وأكلة طبيعية، وكمان تعتبر من الأكلات الرخيصة يعني نوعا ما. طبعا الفول برضو سعره غلى وكل الحاجات أسعارها زادت، ولكن هي تعتبر أكلة شعبية وأكلة اقتصادية وبسيطة. لأن انت ممكن تعمليها كده وتغمسوها بالعيش البلدي أو العيش الطري، بتكون ظريفة كده وخفيفة، وبيبقى يوم تغيير يعني. هنبدأ بعد كده ان احنا نجيب بقى شوية من البصل اللي احنا محمرينه. طبعا يعني التزيين ده بيكون على ذوقك وبيكون اختياري، حابة تزوديه حابة تحطي كمية بسيطة. حجم البصل شكله ده كله بيرجع ليك انتي ولاختيارك في الاكل. انا طبعا كنت مقطعاه زي ما احنا شايفين قطع صغيرة، مش حباه ان هو يكون كبير، ولكن احنا حابين نحط كمية كبيرة من البصل ده على الوش. يعني تقدري بقى ان انت كمان تحطي رشة من الكمون، رشة خفيفة كده مع البصل. ويا ريت ما نزودش الكمون في الاكلة، لان غالبا يعني الكمون لما بيزيد عن حده بتحسي ان هو عمل شوية مرار كده في الاكل. فاحنا مش عايزين نوصل للدرجة دي، يبقى كل حاجة باعتدال. وبلاش ان احنا نكتر من البهارات برضو، لان احنا عايزين في الاخر طعم الاكلة، مش عايزين طعم البهارات. فنحط الحاجات البسيطة الخفيفة، ملح فلفل كمون، مش اكتر من كده. يعني كده الفيديو بتاعنا ان شاء الله انتهى. اعتقد ان يعني ما فيش حاجة اللي ما اتكلمنا فيها. كل المكونات هسيبها لكم تاني في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها ان شاء الله. ولو محتاجين اي سؤال او اي استفسار، اتمنى ان شاء الله ان انا تشرفوني يعني بالسؤال، وانا هرد عليكم في الكومنتات. لان طبعا اي صاحب محتوى بيحتاج دعم اللي حواليه، ان هم يدعموه بكومنت، يعملوا له لايك، يتفاعلوا معاه تحت الفيديو على اساس ان الفيديو يترفع ويتشاف. ومتأكدة ان شاء الله ان انتوا مش هتنسوني كمان من اللايك. كده الوصفة بتاعتنا خلصت والفيديو بتاعنا ان شاء الله كده انتهى، ولكن وصفاتنا واكلاتنا لسه ما انتهوش. اشوفكم تاني في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.